ممكن تموت من الميه؟ الحقيقه اللي محدش بيقولها. كل الناس بتقول لك اشرب ميه كتير، الميه سر الحياه، بس محدش قالك انك ممكن تموت من كتر شربها. ايوه حرفيا ممكن تموت، والسبب اسمه تسمم المياه. تسمم الميه بيحصل لما تشرب كميه كبيره جدا من الميه في وقت قصير، زي 4 أو 5 لتر مثلا في ساعتين. اللي بيحصل ساعتها ان تركيز الصوديوم في الجسم بيقل جدا، وده حاله بنسميها هايبوناتريميا. طب ايه المشكله؟ خلينا اشرحك ببساطه. الصوديوم هو العنصر الاساسي اللي بيحافظ على توازن السوائل بين داخل الخليه وبراها، فلما الصوديوم يقل بره الخليه الميه تلاقي ان الملوحه بقت اعلى جوه الخليه من بره، وساعتها الميه تبدا تدخل جوه الخليه عشان توازن التركيز ده. ودي حاجه اسمها الضغط الاسموزي. الضغط الاسموزي ببساطه بيقول لك ان الميه بتتحرك من المكان اللي فيه ملوحه اقل، اللي هو في حالتنا دي بره الخليه، للمكان اللي فيه ملوحه اعلى، اللي هو جوه الخليه. فلما ده يحصل فجاه الخلايا تبدا تتنفخ. بس الكارثه الاكبر بتحصل لما خلايا المخ نفسها تتنفخ، لان الجمجمه مش بتتمدد، فبيحصل ضغط كبير جدا على الدماغ، وده بيسبب صداع شديد وغثيان وتشنجات وفقدان للوعي، وفي اسوأ الحالات غيبوبه او وفاه. مثال مثلا في سنه 2007 في ست امريكيه شاركت في مسابقه ان هي تشرب ميه كتير جدا من غير ما تروح الحمام. شربت حوالي 6 لتر ميه في وقت قصير جدا، وبعدها بساعات ماتت بسبب تسمم الميه. يعني حتى الحاجه المفيده لو زدت عن حدها تقلب ضدك. اشرب ميه بس باعتدال، واسمع لجسمك لما يقولك انا عطشان ولا لا. لو عجبك الفيديو دوس لايك وما تنساش فولو، وقول لنا في الكومنتات ممكن نتكلم عن ايه في الفيديو الجاي. سلام.